بسم الله الرحمن الرحيم. هنا من وادي بني هني بولاية الرستاق نقدم لكم قراءتنا ضمن قراءات في تاريخ الرستاق. قراءتنا لهذا اليوم في حارة أثرية قديمة تعود إلى عصور ما قبل الميلاد، وهي كنز وتحفة معمارية جميلة في أعالي هذه الجبال. في أعالي هذا الجبل تقع هذه التحفة المعمارية، حارة متكاملة ذات أدراج مرصوفة وبيوت صخرية مزدحمة على بعضها البعض. هنا في الأسفل تقع أيضا حارة أثرية خلف هذه أشجار النخيل. طبعا يأتيكم هذا الفيديو ضمن المقطع التاسع ضمن مبادرة قراءات في تاريخ الرستاق. تابعوا هاشتاج قراءات في تاريخ الرستاق لحسابكم هنا الرستاق على تويتر ويوتيوب وإنستغرام. طبعا نقدم هذه القراءة كل اثنين وكل ثلاثة، كل اثنين مقطع وكل ثلاثة مقطع فيما يخص تاريخ الرستاق مدة 10 دقائق بالكثير أو ربع ساعة. نقدم جرعة بسيطة من تاريخ هذه الولاية العريق، ونحاول أن نقرب الصورة لهذا التاريخ الجميل. طبعا راح نصعد الحين إلى الأعلى لتصوير الحارة عن قرب. طبعا بعد الصعود نستكمل. تبدأ الحارة من هنا صعودا عبر طبقات هذا الدرج المنظوم بشكل جميل. هي طبعا بقايا درج أثري يؤدي إلى أسفل الوادي، وادي بني هني في هذا المكان، وعلى جوانبه بعض المباني الأثرية. هنا الدرج يستكمل طريقه إلى الأعلى باتجاه الحارة الأثرية التي تعد بحق كنز من كنوز ولاية التاريخ الأثرية. طبعا الدرج يأخذ هذا المنحى صعودا إلى الحارة في أعلى الجبل بالقرب من قمة الجبل. طبعا مع مرور الوقت أجزاء من هذا الدرج هي مندثرة، لكن لاحظ عندي هنا ما يزال الدرج مستمر، يعني نفس التنظيم منظم على الرغم من سقوط أجزاء كثيرة من هذا الدرج. هنا تبدأ تتضح رؤية الدرج بشكل أكثر جمالية وصولا إلى أعلى الحارة. عندي هناك يبدأ الجدار أو الباب المؤدي إلى الحارة الأثرية والدرج طبعا بنفس التنسيق وبنفس التنظيم. سنصعد إلى تلك الجهة اللي نكون عن قرب من الحارة الأثرية. ومرة أخرى نحن هنا متواجدون. هذا طبعا طريق الدرج الأثري من هذا المكان. هنا تبدأ بوابة الحصن أو التحصين الدفاعي للحارة، البوابة الرئيسية للحصن من هذا المكان. وهنا أيضا جدار. هذا الحصن طبعا يشبه مدخل حارة أثرية في أعالي قرية المزاحيط. أيضا يشبه بعض المداخل الحارات القديمة الموجودة في ولاية طاقة وفي أماكن أخرى. طبعا مثل ما تلاحظوا المباني عبارة عن غرف كثيرة متناثرة في هذا الرافد من الوادي في أعالي قمة الجبل. مجموعة كبيرة من الغرف المتناثرة في هذا المكان. توجد طبعا علامات بيضاء، يبدو هذاك في الأعلى أيضا تحديد للمساحة. يبدو أن الأخوة في وزارة التراث والسياحة قائمين بجهود عظيمة وجبارة في عمليات توثيق هذه المواقع الأثرية الجميلة اللي تزخر بها عمان الحبيبة. طبعا في الموقع تنتشر كثير من اللقى والقطع الفخارية. هذا قطع الفخار، يعود هذا النوع من قطع الفخار طبعا بالنسبة لكثير من الباحثين إلى العصر الحجري الأول في خلطة الفخار لكثير من الصخور أو كثير من الحصى والمسيلة. هنا طبعا بعض الجدران وبعض الأبنية ما زالت حية، وباقي هذه الحارة بالكامل من هذه الجهة، والغرف مثل ما نلاحظ متناثرة وطبعا عددها كبير، فهي مستعمرة متكاملة في هذا المكان.
مرتفع عن مجرى الوادي. طبعا هنا أيضا زاوية أخرى من الحارة الأثرية، الغرف مترابطة وأخرى متباعدة. يمكن هذه الغرفة كنموذج، بقايا جدار في غرفة، طبعا جدار صخري مسبوك ومبني بطريقة جميلة. طبعا أغلب جدران الحارة الأثرية تمشي بهذا النسق، مثل ما نلاحظ في الصورة وفي الخلفية. الكثير من الغرف، الكثير من التحصينات الدفاعية المتناثرة في هذه الحارة بهذا الامتداد تعتبر طبعا حارة أثرية واسعة وكبيرة من حيث المساحة ومن حيث عدد المباني، كنز من كنوز ولاية الرستاق التاريخية. لعل وعسى يجد من يحنو على هذه الأماكن ويوثقها وينشرها، يعرف بها ويكتب عنها الباحثون والمهتمون بهذا الشأن. في الأعلى نلاحظ أيضا هناك تحصينات دفاعية كثيرة. لو قربنا الصورة نلاحظ بقايا برج أثري طبعا طيني، قد يكون حديث بالنسبة حال الحارة لكن قديم بالنسبة حال الوقت الحاضر. مجموعة كبيرة من التحصينات الدفاعية المنتشرة في أعالي الحارة الأثرية. هذا هو المشهد طبعا بالكامل، مطل على وادي بني هني. لو اقتربنا فقط من مجرى الوادي بالقرب طبعا من هذه الحارة، أسفل هذه الحارة طبعا توجد أيضا مباني لحارة إسلامية قديمة أسفل من هذا المبنى مباشرة. وادي بني هني من الأودية السياحة الجميلة. طبعا جزء من الحارة ظاهر عندي، هذا الحارة الأثرية القديمة الموجودة في هذا المكان. الرستاق مثل ما ذكرنا زاخرة كثيرا بالأمور التاريخية الجميلة والجماليات السياحية. طبعا لحسابكم هنا الرستاق ضمن هاشتاج قراءات بتاريخ الرستاق، ضمن حسابكم هنا الرستاق، ضمن قراءات في تاريخ الرستاق. نتوقف عند هذا الحد. جزاكم الله الخير، عسى أن نكون قد قدمنا معلومة جديدة للبعض. شكرا لكم.